الحلقة اللي يعتبر هناخد حق جمهور ناس كتيرة جدا من جمهور الجوكر، واحنا كنا يعني بيج فانز للجزء الاول اللي نزل من 5 سنين. هل انت متفاجئ بالحوار ده؟ عشان في ناس كتبوا لي برضو في الكومنتات تحت جوكر بقاله 5 سنين. انت متفاجئ؟ ياه انت بتعرفش؟ لا والله هو بقاله 5 سنين. ما حسيتش فعلا. انت كنت حاسه قريب اكتر جدا من كنت كده حاسه صح؟ مثلا 4 سنين ونص. يا راجل ماشي. عموما الشباب الحلوه اللي موجوده معانا في الاستوديو دخلنا جوكر الجزء الثاني، وانا دخلته مره تانية، والمره الثانيه اقول قد ايه انا كنت محترم اني ما حرقتش اي حاجه ولا قلت اي حاجه وساكت تماما. انت مش محترم ان انت دخلتنا الفيلم ده اصلا. انا عندي ليك اصلا كذا سؤال قبل ما نبتدي الحلقه. خلاص، اول سؤال، انت ازاي ودخلته معانا تاني وكان عندك القدره انك تدخل 8 بني ادمين الفيلم ده؟ لا وعامل جروب على الواتساب احنا طالعين فايد يعني. تاني سؤال، ازاي كان عندك قدره انك تقترح اصلا ان احنا نعمل بودكاست على الفيلم مش ده؟ جرأة يعني، انت جرأة يعني. والسؤال بقى لينا احنا، وافقنا ازاي نطلع نتكلم على الفيلم ده؟ ماشي، لا هقول لك ليه. التجمع كان حلو، لان بص هو التجمع كان حلو. يعني كنا هو ده كان شلة احلى من مدرسية، الفيلم يعني. رحنا يعني مع بعض. كنا شفنا الجوكر الاولاني في البيت، كنا قعدنا في كافيه احسن. مبدئيا ما تحوروش يا جدعان، بس نقول تحوروش. بكل امان انت ما كنتش هتخشه كده كنت هخشه طبعا. خلاص يعني كنت هتخشه. انا بس كنت دي ممكن استنى اسئله بس عشان تفهم الناس احنا فين. ماشي، انا فاهم احنا فين وكل الكلام ده، وهنتكلم مع الناس. والحلقه دي طبعا يا بتوع افلام هتبقى حرق كامل للفيلم، وهنطلع كل جوانا ايه اللي يعني كل واحد هيتكلم بمنظوره ايه اللي ضايقه من الفيلم، وهنتكلم مع بعض من اول احداث الفيلم، من اول كل حاجه، والجزء الاول كان الامباكت بتاعه قد ايه وكل الكلام ده. بس طبعا لازم ارحب بضيفي الجميل مروان سري، يا سلام، ومهاب اشرف حبيب الملايين، يا سلام. حلقات فيها نغم دي. ايه ده اول مره هنتفق على حاجه. انت مش ملاحظ يا اسطى؟ اول مره تصدق يا مهاب، تصدق انا كنت قايل لهم والله العظيم اسالهم كلهم، قلت تراهنوا ان مهاب الوحيد اللي هيخرج من الفيلم هيعجبه؟ ما عجبنيش خالص. انا كنت متخيل ان هو انت هتقول لا عجبني. عارف انت الناس اللي بتبقى خالص. بس هو بص، هو قلش، هو حاول يعمل حاجه بس هي قلشت. احنا بص هنتكلم من اول الفكره نتكلم نوهت بس خلاص للناس. يعني احنا الحلقه دي حرق والعنوان مكتوب حرق وكل حاجه، واللي ما دخلهوش وداخل يتفرج علينا موفر فلوس، ودي مش 100 جنيه 1000 جنيه النهارده السينما يعني. بالفشاء دي كاميرتي، معلش كاميرات كتير وكده. الفشار مصمم ينفق في الشركه كاميرات. الفشار والناتشوس والسلاش والماش والتذاكر بتدخل لك في 1000 جنيه. فهي مش لا، دي تعويره على حاجه قرف. ايوه فلا يا معلم يعني، ما انصحكم والله العظيم ما تخشوا، ما تديش لنفسك فرصه انك تشوفه وتحكم. انا بقول لك ما تخش الفيلم. اتفرج عليه. دي نصيحه مروان. انا بقول لاي حد عادي يخش الفيلم لا ما تقولش كده والله حرام. خش ابو نسب تاني احسن يعني. تخيل احنا وصلنا للمرحله دي يعني. بصوا يا جماعه، فيلم لا يعني قصدي وصلنا للمرحله يعني ان طب يا جماعه، جوكر الاولاني نزل 2019، كان فيلم بادجت 50 مليون دولار، والفيلم جاب فوق المليار ونص حول العالم، وعمل طبعا عظيم. كل الناس يعني درجه ده كان الناس لو تفتكروا فاكرين يا جماعه في بلاد عملت ثورات وعملوا جوكر وبتاع، والامباكت بتاع الفيلم كان كلام فانديتا شويه بالظبط بطريقه غير طبيعيه يعني. وقلنا ايه ده، دي سي عملت فيلم ربع ساعه بالكل مارفل اللي عملته وكل الكلام. الفيلم ده البادجت بتاعه 200 مليون دولار، هو جاب في الويك اند ايرادات 7 مليون دولار حول العالم، وهو في نفس الوقت ده الجوكر الاولاني كان جايب 15 مليون دولار، فهو الضعف يعني، بسبب طبعا الاراء السلبيه اللي حصلت في الفيلم. انا بالنسبه لي انا هقول كلمه واحده بعد كده تتكلموا انتوا. ملخص فيلم الجوكر بالنسبه لي اللي هو انا بقى يعني هو المخرج بيعمل للفانز او كده بشتيمه، ومعلش يا جماعه اللي انتوا شفتوه ده والجزء الاول والجزء الثاني ده مش جوكر اساسا، ده شعله يعني، هو سبب شعله ان ممكن واحد قدام او اللي قتله في اخر الفيلم هو ده اللي يبقى الجوكر يعني. ده هناك بقى كملوا انتوا مش احنا. بص اقول لك على حاجه والله، نبتدي حتى من الجزء الاول ودخولا على ايه فكره الحاجات اللي احنا سمعناها على فيلم التاني عشان ناخد السيكونس صح. ماشي. الجوكر الاول خطير
بس بوظوه. يعني انا بقيت دلوقتي حتى مش هستمتع اتفرج على الجزء الاول. هو افسد الاتنين، لان الجزء الاول لعلمك كان حلو فشخ لمرحله انت مستني فيها اللي يعني انا الجزء ما شفتش الجوكر برضه، انتوا ضحكتوا عليا فشخ، احنا بعنا باسم. انا شفت هو ده اللي عمله في فينيكس. الاخر. لا حتى الاولاني على فكره، يعني أيوة. الاولاني لحد 80% من الفيلم مفيش يا عم الجوكر ده، خلي فيلم مش الجوكر 80% في واحد هو رفيع مريض نفسي تمام، بس كنت معتمد ان دي ايه از ستارت، عارف زي ايه، زي ذا باتمان. انا ذا باتمان عجبني بس مش منبهر، بس عارف ان دي بدايه لو قارنته بدارك نايت اللي هو الاولاني كان اسمه ايه، دارك باتمان نايت Begins. رايزز. باتمان بيجنز انا اسف. بيجن ده كان انت مش بتفرجهم لي ايوه فاكر؟ الجامعه دي كلها أيوة. كان من حلاوته عارف ان اللي جاي بقى هيبقى بوم، اه. فهيبقى ليه معنى. ونهايته كان وهقعد جوكر ولما وبتاع. اتفرج عليه دلوقتي استمتع، بس هو كان فيلم ممل شويه، خلي بالك الاولاني ده على التاني والتالت فهمت بقى التريولوجي، فقلت اوف ده مش ممكن. انا كنت مستني الاولاني ده عشان اكمل بقى بالجوكر بقى وهو الجوكر في التاني، واشوف القنابل. ولما سمعت كمان ان هم مدخلين هارلي كوين اوبا وليدي جاجا، ما عنديش مشاكل معاها خالص في أنا ما اختيارها للدور، تضايقنيش يعني اليوم. هي شخصيه لايقه على على الكاركتر. هنتكلم بقى في تفاصيلها نفسها. بس انت جيت يا معلم قلبت التورته على وشها، بوظت الاول وبوظت التاني، ده رايي الشخصي. انت ايه شايف ايه؟ انا اصلا من الاول خالص انا ما عجبنيش الاولاني، ما انبهرتش بيه اوكي خالص. أيوة، تمام. أيوة. انا أنا بالنسبه لي فاكر كان فيلم ضعيف جدا جدا، ما كانش قوي خالص، ما حسيتش ان انا يعني انبهرت خالص. اداء خواكين فينيكس مش دوت يعني نوعيه الاداءات اللي انا بحبها. يعني بحس ان انت ممكن يعني كان ممكن يبقى طبيعي اكتر، كان ممكن يبقى كده اكتر، بس ما حبيتوش خالص. التاني كنت متحمس فكرا جدا لفكره الميوزيكال دي، ان انا اشوف فيلم والله. ميوزيكال وانا كمان واشوف تجربه جديده واشوف انا كده. ما بس هو اتحمستش بقى خالص. انا أول بقى ما اتقال بالنسبه كده. لي ايه اللي حصل في الفيلم دوت افسده، بالذات التاني ده. هو كان المزيكا لما كانت بتلعب الاغنيه كان المشهد بيبوظ. بتفصل. المشهد كان بيبقى حلو جدا جدا لحد ما تلعب المزيكا، لان اللي هو المزيكا بتفصلني المفروض ليه؟ الاغنيه دي المفروض بتشرح يعني ايه اللي جواه في المشهد. هو ده بقى اللي المفروض نتكلم عليه من الاول، فكره ان هو القرار ان انت تعمل اصلا هو فيلم مش ميوزيكال، يعني احنا ما بدأناش اصلا ميوزيكال. ليه بقى ليه حزقت الحزقه ديت، مع ان انت بقى لو كنت استنتجتها كمشاهد قبلتها ان ده اللي جواه كانت هتبقى احلى بكتير، انت طلعتها بوظتها خالص. بالظبط. انا كنت مستني تعملها ازاي. انا مش ضد الميوزيكال، في ناس كانت ضد ده تماما من الاول. انا لا بالعكس خالص. انا بيقعدوا يتريقوا عليا وانت بقى فرفور وبتحب الاغاني الميوزك. انا بحب لالا لاند وبحب ماما ميا وبحب الفن الميوزيكال ده لما يتعمل صح، ارقى انواع الفن. بس المواضيع لايقه كمان. والممثل لما كمان يا كمالي يعمل الدور، يبقى ممثل ويجي يعمل لك دور بيرقص فيه ويغني زي مثلا راين جوسلينج في لالا لاند. انا صدقتش ان ده الممثل اللي احنا بنشوفه. لا هو عنده قدره ارت. الارت عنده عالي قوي ان هو يتمرن على الرقص ويعزف بيانو ويرقص بكل دوت. دي بتبقى حاجه عظيمه جدا يا مبهره. ويبقى فيه كريوجرافي والراقصين وحركه الكاميرا والطلوع والدخول والناس وهي بترقص في سينك واحد وهو بيتحرك معاهم. انت عملتش ده خالص، انت عملت فيلم مشهد واحد بس، مشهد الاول اللي في الاول بتاع اول مره وهو ليدي جاجا لما ولعوا ولا انا كنت جنبك بقول لك ايه، انا مش متضايق يعني في الاول. لا وفي مشهد تاني اللي هم غنوا اغنيه كانت بتقول ماونتن ديت وقلبت جاز فشخ وقعدوا بس برضو يعني ده بقى اللي انا كنت عايز اشوف منه كتير، فاهم؟ مش يعني مش يعني لا مش مبهر خالص. في نص الفيلم يعدي، بس انت ما اديتنيش بيك، ما اديتنيش حاجه مبهره، ما اديتنيش ناس بترقص. حتى السجناء ما كانوش مثلا بيعملوا كوريوجرافي فظيعه الظباط. لو هو في مخه بقى انت المفروض توريني حاجات مبهره اكتر من كده بكتير لو انت معاك بادجت ومعاك فلوس ومعاك حاجات. بس خلاص يعني انا ما كنتش ضد الفكره انك تبقى كرييت. عارف ميكي لما عمل الفيلم بتاع النصين ده كان اسمه ايه؟ سيما علي بابا. ان قلش من هو كان عبقري ان هو يحاول يعمل. وانت فكره انك تحاول تعمل حاجه جديده ده مش عيب، بس تعمله صح. حاول تنفذه صح، حاول يطلع في الاخر بمنظر يليق بالنجاح اللي انت نجحته. ده ما شفتوش صح. ليدي جاجا اختيارها بالنسبه لي ما كانش مضايقني. وعلى فكره عكس ناس كتير بتقول لك مش لايقين على، انا شايفهم لايقين على بعض، وشايف انها هارلي كوين مناسبه جدا. بس انت مش عشان لازم تجيب مغنيه انا حسيت تحشرها في اطار، عارف اللي هو يجيب تامر حسني لازم يغني. يا عم تخلي تامر حسني يمثل. يا عم هات نجم غنى خليه يمثل. وهي دي العبقريه عامه. دي العبقريه. ستارز بورن ده كان لايق على الفيلم. يعني هو كان فيلم مناسب انك تحط فيه الاطار ده من الاغاني. بس ده فيلم ما ينفعش اصلا اسمع اغنيه فيلم اصلا يعني.
هي دي الفكره. هي دي الفكره، هي دي أساساً. الفكره. انا ماشي، إن أنت مش لاقي انا مش قصة. ضد الميوزك، القصه مش لايقه ان انت انا تعملها بتكلم ميوزيكال. فيه ليه ده اللي جوكر. ده اللي كنت منتظره، ان هو يعمل بقى حاجه ميوزيكال لا جامده فيها فكره فعلا. هو اتفلسف بالظبط، هي حنيكه. قال لك انا بقى ايه يعني، نص انا جوكر. عايز اقول لك بس ان انا وصلت لمرحله دلوقتي ان انا بالنسبه لي تود فيليبس ده يعني وصلت لمرحله اللي هو اكذوبه. مش اكذوبه يعني ممكن لا تكون فكره الدنيا لا انا لعبت مش معاه في أكذوبة. الجوكر لا، الاولاني. مش لعبت معاه، لان هو هو عمل بس كمان برضو اوماج خلي ما بالك- بين خلي تاكسي بالك. درايفر وكينج اوف كوميدي. مش كده كمان، هو الجوكر وهينجح يعني. هو كقصه وكحدوته لما تيجي تتفرج عليها او لما تيجي تعرضها وفي على الاخر المشاهد مش الجوكر. لا هتنجح. بس الفيلم كان حلو الاولاني يعني، ما حدش يقدر لا ينكر انا الفيلم. على فكرة بمناسبه بقى الجزء عايز بس الاول، أقول عشان انت حاجة قلت بس. انا عايز اقول عايز حاجه بس عشان انت أقول قلت حاجة رايك قبل. في الجزء الاول. بس عايز أول اقول حاجة. بس رايي ده بناء عليا. ماشي. تمام. انا عن نفسي يعني، ده ذوق الشخصي. انا ما بحبش القصص اللي هي فيها ايه، حزق مشاعر وحزق مأساة، واللي هو انا العالم كله ضدي وانا مش عارفه ايه لا انا ضدك بقى، هو ده الجوكر، هو كان معمول. ماشي. انا لا انا بتكلم كجوكر لا نفسه يا مروان. هو الجوكر ده اتعمل بطريقه مختلفه وعجبتنا انا لدرجه كمان ايوه عجبتني. ايوه انا اللي هو انت خارج من الفيلم بتقول انا عامه بقى بالنسبه لي الجوكر الاولاني ده من احلى الافلام اللي انا شفتها في حياتي عموما. ده من اقل انا بيتهيألي في ما هو حسيتش. وذا ايرش مان الوحيد اللي اديتلهم 10 على 10 لا، في انا كان فيلم سوبر لو ليه أمين. سيكونس لا، يعني، جوكر. خصوصا هو رمالك كمان في الفيلم الاول كذا لاين ما كملهمش. انت ضحكت عليا ليه؟ ما هو ده بقى احنا دي حاجه من هنبتدي الحاجات على يعني فكره. انا برضه. هنبتدي وعشان كده كنت ليا بقى ايه، انا عايز اشوف الولد الصغير بتاع الراجل دوت فين؟ في باتمان اللي هو ظهر وهو طفل ده. ممكن اقول لك بقى لازم تبني لي بقى عليه حاجه، لازم. انا عايز اقول لك حاجه. انا يوم ما خلصنا الراجل الست اللي كانت في الاسانسير والبت ديت أيوة. ما كانتش تشهد، ده كان يقتلها، كان يعمل فيها حاجه مريبه. اصل انت بتحضر ان انت تعمل شخصيه شريره شر مطلق، فاللي هو وتوماس هتقوم توماس جاية- وين لاين ابوه ده طلع واحد مفروض ابوه. ايوه فين الراجل ده؟ فين لا ما توماس وين مات في اخر الجوكر قصدي الأولاني. لازم ما ذكروش، ما فيش حاجه اتذكرت. فين بقى؟ مفيش. طب ابنه فين؟ انا فاهم وكان لازم نعرف مثلا بروس وين فين دلوقتي مثلا. او اللي هو لسه صغير بس اللي هو مثلا يبان في مشهد يا عم او اي حاجه يا عم ماسك بقى واقف كده واقف مع الفريد مثلا ده كان تعور ممكن مثلا يتعمل بتاع اي حاجه كده. بس انا اللي بتكلم فيه احنا نبتدي مبدئيا. خد يعني حاجة. انا عايز اقول لك يعني انا عايز اقول لك ان انا رجعت البيت بعد ما خلصنا الجزء الثاني. انا روحت البيت اتفرجت على الجوكر الاول. انا اشعرت في مشهد لما عمل بروس وين كده، انا قلت وزعلت اللي هو ازاي تدمر عالم كان ممكن يبقى من اقوى عالم الدي سي كوميكس اللي اتعملت او من الكوميكس حتى مارفل. لو انت كنت انا مش عارف ليه عملوا كده يعني. انا فيلم ذا باتمان ده انا كان نفسي اشوف الجوكر واكين فينيكس هو اللي في اخر على فكره. انا بالنسبه لي هو نجح، هو ما عداش هيت ليدجر عشان هو مش جوكر. ما هو احنا في الاخر مروان دي اكتر حاجه واخد جوكر يعني، واخد شخصيه مش جوكر خلاص. هو دخل المقارنه حاجه يا مروان مجنناني الناس مش واخده بالها. ده مش جوكر. هو في الاخر تود فيليبس قال لك ده مش جوكر. لا ده مش جوكر. لا هو ده الجوكر. طب انت بتعمل معاك لا هو ده الجوكر يعني في ايه يعني؟ لا هو ده الجوكر. انت باقي لي فيلم ايوه يا اسطى الجوكر عشان هو ده ماشي الجوكر. بس هو في الاخر بقى اداك مش عايز اقول لك غير كلمه ابيع بس مش هينفع اقولها. ايوه اداك الخازوق في الاخر. يا جماعه معلش انا اسف، ده مش جوكر. هو مجرد ده الشعله اللي الناس فيما بعد ممكن واحد يبقى هو الجوكر وياخد ده القدوه بتاعته. فاهم؟ هو اللي ابتدى شعله ان في ناس ممكن تلبس كلاون وبتاع. وغالبا وانت طبعا شفت في الاخر الفيلم بتاع ان اللي قتله عمل كده حركه يعني قال يعني ده هيث ليدجر. وطبعا بس ده مش هيث ليدجر خالص. لا ده جوكر تاني هنخش له فيلم قدام ده بقى بس لا هو خلاص العالم ده انتهى من بعد الفيلم ده. الفيلم ده جايب ريتنجز اقل فيلم كوميك بوك في تاريخ دي سي. انت متخيل ان انجح شخصيه في دي سي بتحصل كده فيه؟ يعملوا كده. لا انا بقول لك كده ده. وعلى فكره اقسم بالله ده سبب من الاسباب اللي نجحت جوكر 1. ده انجح من انجح الشخصيات بالظبط. بس لما بلس ان خواكين فينيكس برضه ممثل جامد. ما تقوليش ده مش جوكر. هو ده جوكر وانت نهيته. بس هو ده كان بدايه جوكر، فلازم يتحط مع مقارنه مع هيث ليدجر. التاني ظهر في 7 مشاهد يا كمال، وده ظهر في فيلمين.
ماشي هقول لك حاجه، فواخد حقه بزياده ماشي. بزياده ممكن بزياده عن قلت اللزوم. كده، قلت أقول كده، حاجة. كده. أقول- سبع مشاهد فشخ. طب بص كمان ونسال الناس مش لما هتعمل يا جماعه دمك كده هيث ليدجر، وهتخس وهتعمل هيث ليدجر دارك نايت هو الطاسه خلاص، هو جوكر وعنده اللي هو بمواصفات جوكر، ان هو ذكي وعنده شر وجنون وضحك ويعمل كل ده مقابل ان هو دي شخصيه الجوكر. فهو خلاص وصل ده، انت في بيك بتشوف الجوكر. اي انت بتشوف ده ارثر، انت عمال تبني لحد ما يبقى احنا كل الناس قالوا في الجزء الثاني قال ايه، مش متضايق ابني بقى بس بكمله. ايوه الجزء الثاني احنا كنا فاكرين ايه، ان بقى هنشوف جوكر. هو ده بقى جوكر، ولكن في الاخر هو قال لك ان ده مش جوكر، هو ده السبب. الناس متعصبه قوي غير ان هو ميوزيكال الفكره انا كنت ماشي مع الفيلم لحد البارت الاول. ما احنا هنتكلم بقى مش نتكلم بقى يعني بدايه الفيلم يا جماعه، احنا نتكلم واحده. انت مثلا انا لما خرجت من النص الاولاني لا كنت متضايق، انت لما خرجت من النص الاول متضايق. انا فاكر كنت انك انت كنت مستني مبسوط. اللي هو ايه اشوف بقى. آه. يعني احنا خدنا المقدمه زياده شويه بس مش متضايق. وانا فاكر حكيت لك اول ما طلعت لك انا مش متضايق. النص التاني اللي خذلني وقعني خلاص بقى احنا ماشيين على نفس ما حصلش حتى عارف اللي هو هقه دي. انا المحكمه كنت اقسم بالله عارف انها هتنفجر يعني، وخصوصا ان البت مش موجوده وهي اللي مفجراها اكيد. بس انا كنت لا مش هي المفجرات ايا كان انا كنت عارف ان هي ده الجوكر. اصل الجوكر ضعيف جسديا. الجوكر دايما معروف ان هو جسديا مش قوي، عمره ما هتشوفه بيضرب بايده وبتاع، هو بيستخدم قنابل فانا كنت عارف ان البتاعه دي هتنفجر. بس كنت منتظر حتى بعدها اشوفه بقى يطلع مع الناس اللي كانت عامله ثوره بقى، حتى ما استغلوش الضجه اللي كانت معموله بره الناس تاخده ويروح يولع في العالم يعمل الانسحاب ديت والاعتراف ان هو خطأ واللي مش عارف ايه دي ما كانتش لايقه خالص اصلا. لا ما انا هقول لك ليه لما يعني نوصل لها، انا هقول لك ليه بس دي لما نوصل لها. لكن احنا نتكلم مثلا مبدئيا اول 10 دقايق في الفيلم انا بالنسبه لي دول اقوى 10 دقايق في الفيلم. ليه انا انبهرت، انا اقسم بالله لما اتفرجت على الفيلم اول مره، لما اول ما اتعمل اللي هو لوني تونز وجوكر كرتون ولقيت جوكر خارج من العربيه وبيمشي كده والشادو بتاعه في الارض، حتى مع الاغنيه اللي اتقالت كانت جبارة جدا. بعديها عملنا ودخلنا ان احنا في اركم وشوفنا يوم جوكر ماشي ازاي مع الضابط اللي بالنسبه لي واحد من اقوى واحلى حاجه في الفيلم عم حسن حسني ده او عم حسن انت بقيت هو انت انتوا واحد ايوه هو بالظبط. واكبر حاجه في جوكر في هارسر كل ما الجوكر يتجنن يقوم على كده ما تظبط يلا بقى المشهد ده اللي هو يلا حنبك كله عارف الجوكر يلا. انا عجبني جدا. خدوا بالكم يا جماعه مفيش حد مثل وحش في الفيلم ده الا ليدي جاجا بالنسبه لي. لا على فكره ما كانتش سيئه برضه جد يا جماعه. في ايه ده سيئه؟ انا مش كيمستري زيرو ما بينها وما بين واكين فينيكس. لا على فكره زيرو. لا ماشي انا ما اتضايقتش. انا ماشي ده اللي هو اللي عايزين بس مش هو ده اللي يضايق الفيلم مش عيبه التمثيل من اقوى عوامل، عيبه الاخراج بعد اول ضعيف. انا اتقفلت من الفيلم بدايه بعد اول 10 دقايق من اول كل ده من اول ما بص في التلفزيون وابتدى يغني. انت عادي انت كنت متقبلين ميوزيكال، انا ما كنتش متقبل الميوزيكال. انا عجبني قوي انه ده دماغه كمان يعني عجبني جدا ان هو مرض لدرجه ان هو تخيل الجوكر ده بكل الدم اللي بره بيرقص جوه دماغه. فكان عاجبني جدا برسبكتيف ان اوف انبهرت في الاول بس كترت قوي يعني لدرجه لو في الاخر راح قال لك فيها غنى بقى يعني عايزين نمثل شويه نقول كلمتين. استاذه شاديه سيبيني مشهد يعني مشهد بتاعي في الاخر اديني فرصه. انا معاك. انا يعني دي اول ما جت الاغنيه كده قلت ماشي ها. من بعد المشهد ده هو بقى خلاص كل 5 دقايق اغنيه. حتى ما فيش اغاني. الميوزيكال ده محتاج بقول لك ابهار. هي بتقف تتكلم بغنى بس في مشهد اتعمل في ايس كريم في جليم اقسم بالله ما اتعمل زي في الجوكر. المشهد بتاع حسين الامام دوت لما دخل على عمرو دياب وغنى له اغنيه غناها حلو فشخ. ده ما حدش غنى حلو يا اسطى ولا اغنيه اتغنت حلو. مش بس هو غير بتاع دوت
بغض النظر عن طب معلش عامة، لا عامة ده كان فيلم حلو والله، كفيلم ميوزيكال كان لايق، حتى ان هو هو الفيلم ده كان محتاج استاذ خيري فعلا. هو استاذ خيري وحش؟ هو انا قلت حاجه يا عم؟ ده جامد. والدق الشماسي مثلا يا عم لا كان يا فيه عم استعراض. لا ودوت يسع فكره، وده يعني دق الشماسي ما كانش غنائي قد ما هو كان فيلم ميوزيكال، مش غنائي بمعنى، لا مش ميوزيكال يعني الفيلم بتاع المعبد، فرقه رضا ماشي والحاجات دي. المفروض ان بتاع ايس كريم في جليم ده مور فلسفه شويه مثلا، او مور بتاع شويه ان هو ايه طب نرجع لمرجوعنا. اتفضل هنشت يعني ايه شايف يعني ده؟ بص، بعد اول ما ماشي كملنا واتعرف على ليدي جاجا، وليدي جاجا غالبا يعني احنا شفنا غالبا شخصيه جوكر في الاول ان هو ارثر وما بيضحكش، خدت بالك؟ وتعاملوا مع بتوع السجن ان هم مش عايز يقول جوك، ابتدى يضحك وابتدى لما الجوك هي عشان ايه، هي منبهره بشخصيه الجوكر مش ارثر. وده احنا فهمناه في اخر الفيلم، هي اول ما قال لا انا مش جوكر بعدت عنه، مش تنبهر بارثر يعني. فهي احيت له بقى الحته دي تاني، فابتدى يرجع تاني يضحك، وابتدى والضحكه بتاعته شفناها وكل الكلام ده. دخلنا بقى، انت ابتديت امتى بقى يا مروان تحس من بعد النص الاولاني بقى؟ من اول ما ابتدى بقى يشرب سجاير ويلبس الجوكر في المحكمه، وابتدى ده مش حلم ده حقيقه، ده هطل بقى. احنا دخلنا في عالم عبثي ابن وسخ، اللي هو انا بشرب سجاير ولابس الكلاون، وهم سابوكي تلبس الكلاون وتخش المحكمه والبت وراها قاعده بتشرب سجاير. طب معلش وايه يا جماعه ده احنا في ايه؟ ما سالتوش نفسكم سؤال برضو تاني مستفز خالص؟ ايه بقى؟ هي ليدي جاجا دي ايه؟ تخش له الحبس الانفرادي وتحمل منه وتخرج وتبوسه في بقه، ولقوا في المحكمه يوسعوا لها عشان تخش على احسن. ما انا بقول لك في عبث غير مفهوم بالمره، في حاجات كده حصلت في النص. ده انتوا بتهبلوا، ده في هبل. انا قلت يمكن ده مش حقيقه كله. انا حتى قعدت اقول له ما في النص، قلت له بقول لك ايه، ده مش حقيقه، دي بتشرب سجاير في المحكمه. هي مين دي؟ بنت مين دي؟ يعني اكيد ايوه والله هي بنت مين؟ ايوه دي عمده جثث. ايوه ارثر ولا جوكر مش ايه؟ ايه العمل الهبل ده؟ انا معاك جدا. في حاجات مش بص على فكره تفصيله السجاير في المحكمه ده عشان هو ممكن يكون في زمن قديم، فالكلام ده كان بيحصل. هما الاثنين بس، مفيش واحد مدخن تاني غيرهم في القاعه. مش عارف بس هو ممكن بس. يعني زمان كان مع القاضي يا عم، يعني انا ينفع ابقى مسجون يا بابا اطلع اتكلم معاك حضرتك ما قتلتوش؟ ايه الهبل ولابس كلاون؟ حريه بقى. قال لك اصل احنا سمحنا له يلبس كلاون. اذا كان انتوا بتحاربوا اصلا الكلاون ده ان هو ما ينتشرش، هيسيبوه يلبس كلاون جوه المحكمه؟ وان هو يبقى المحامي وهو واحد مجنون ان هم يوافقوا على انه هو طلع الراجل ده قال لك انا مش عايز اعمل جزء تاني. يعني ده اللي سمعته خواكين فينيكس بعد الفيلم. بس هو جاله بقى هي دي. لا انا انتوا عايزين يعني مليار يا باشا، هاتوا فلوس بس كده وسيبني بس. وعلى فكره عمل شغل حلو وحلل فلوسه. هو ممثل حلو جدا، انا عاجبني تمثيله جدا يعني جدا. بس الحاجه الوحيده اللي تفوق فيها بالنسبه لي عن هيث ليدجر الضحكه. انا منبهر بالضحكه يعني ماشي. بصراحه ضحكه محدش جابها ولا اظن حد يعرف يجيبها في السينما كلها. في ناس بتحب برضه الضحكه المجنونه بتاعت هيث ليدجر، بس اقل ما عنده. يعني هو عنده كل حاجه الا الضحكه دي ما كانش يعني حلوه. بس التاني بيضحك ضحكه مرضيه بنت كلب، يعني مفيش كده جامده، وبيضحك من قلبه، تحس ان هو فعلا التاني برضو انا عجبني المشهد وهو عمال يضحك في العربيه وعمال يعمل وهو مكشر عايز يكشر وبيمنحها، باين ان هو بيمنحها وهي بتطلع من قلبه بيضحك بهستيريا. بس المشهد ده على فكره هو كان بيحاول يضحك عشان يرجع الجوكر تاني، عشان ده في الاخر في مشاهد تانية بيحاول يمنحها. لما كانت مثلا بتقول له ان امي ماتت وامي قتلتني فهو بيضحك وعمال يقول لها دي مش حاجه تضحك. عبقري بصراحه وعينه عبقريه بس مش دي القضيه. يعني انا مش داخل اتفرج عليك انت بتمثل بس. طيب ايه يا هوبا شايف ايه؟ طيب لا شايف ان هو ما عرفش من اي حاجه يعني كمخرج. بس كمخرج ولا ممثل؟ لا الممثل كان اداء كويس جدا. خواكين فينيكس لا كان اداء كويس جدا. بس ما هو برضو في حاجه ناقصه في ورق او سيناريو للفيلم ضعيف جدا، بايظ. في حاجه غلط. يعني الفكره اتطرحت هو كان عاوز يسبقها بس هي قلشت منه. طيب هو من بقى اصل هو على فكره انا الكونسبت اللي احنا هنوصل له في اخر الفيلم يعني مثلا طب انتوا ايه رايكم في حوار هارفي دنت ده؟ ايه لازمته؟ يعني انت ليه بتديني خطوط مموتها؟
يعني ما دام انت مش مكمل الفيلم ده، بتديني هارفي دنت ليه؟ بتحرق لي حاجه يعني؟ بتديني هسه كده اللي هو ده كان ممكن نبقى فيلم بقى فيه باتمان وبتاع بس هنقفله. لا وتخلف فكره هارفي دنت، انك انت في المشهد لما يحصل الانفجار وشه اليمين بس يتشوه، وان هو اتشوه وبروس وين لسه طفل. ده هو انتيم بروس وين اساسا. فاهم؟ وده اللي احنا عارفينه في الكوميك بوك. فده هم بيبوظوا كل حاجه. ولكن انا مثلا بالنسبه لي اقوى مشهد في الفيلم مشهد هو والكذب. هايل مستر بادلز. هايل. انت برضو بالنسبه لك ده اقوى مشهد في الفيلم؟ يعني مش حاسس ان في حاجه اقوى حاجه في بس مفيش حاجه. يعني انا بالنسبه لي ده اقوى مشهد. ما انبهرتش في ولا مشهد. كذا مشهد حلو وبوظوه بالمزيكا اللي بعدها على طول. اي مشهد بتتفصل. هو ده مشكله الفيلم ده كمان، انك انت كل حاجه تخشها تبتدي اول ما تندمج شويه. ومارك كان بيقول لي الحوار كل ما تبتدي لقيته فاهم بيفصلني. والراجل ده نزل يشرب سجاير كتير يعني. يعني كل اغنيه خرج قبل الفيلم يخلص بربع ساعه. والله كل الناس لما كانت في الفيلم بسمع، يعني الناس كلها قاعده مركزه قوي، اول ما تيجي اغنيه اسمع كده ايوه تأتأت الفيلم. ايوه كان في واحد قاعد قدام ده قلبه مدولي. لا وشفت في الاخر الفيلم لما اول ما مات ووقع شفت كام واحد مشي. لا مشي يلا الناس مشي كام واحد من الفيلم على الابو اللي هو يعني اساسا ده مش جوكر اساسا مش مكمل يعني. حتى كان عندنا امل في الاخر كده ان ايه، طب هنخش التالت، طيب يمكن يكون في بقى يقفل ده بقفله فاهم تقنعني مثلا. يعني انا قلت مثلا بقى يعني كان عندهم فرصه لحد بعد المحكمه. ايوه كمل بقى. يعني انا اول ما المحكمه دي انفجرت قلت بقى يلا بقى الاكشن بقى. ايوه ونروح ونيجي وجري بقى وبتاع. لا والله مش عايز ابقى الجوكر، عايز ابقى محمود عبد المجيد عادي جدا بالظبط. لا انا مش ويلا ما بقول لك هي بقى الرسم ليه بقى انت شايفين ليه؟ هي حاجه فنيه لا طبعا. لا انا عارف ليه. انت عارف ليه في ايه؟ انا عارف ليه هو عمل كده. جاله الوقفه مع الذات دي اللي هو انا مش هو من اول ما اعتدي عليه جنسيا من الضباط جوكر ما ظهرش تاني. خلاص كده انتوا ركزوا. هو اول ما ليه عشان كده بقول لك حته وهو رايح المحكمه كان بيحاول يضحك عشان يحاول يرجع جوكر تاني. يعني دي المفروض تبقى تتحول بطريقه جامده يعني تموت خلاص بقى. يلا انا بقى عايز العالم فيلم عربي في الاخر اللي هو انا اتكسرت. بالعكس ده لو فيلم عربي محمد امام في عمارة هاتوا عرض يا مولاي فاهم. بس بعد كده عمل ايه بقى؟ ارهابي. ايوه بقى ارهابي لا هو بقى عمل لك لا انا مش جوكر. دي غريبه. انا مش عارفه ايه غريبه جدا. وانا هرجع ارثر. ده المفروض كان يمسك الثلاثه اللي اغتصبوه دول يفرتكوا مثلا. يعني هو ما يهربش ويرجع لهم ان هو يبقى الجوكر العنيف بقى كمان جدا. ده كان عندك فتحه انك حتى كمان لو كنت عايز بعد كل اللي حصل ده وتقوم قتله وتستنبط منه بعد كده الشخصيه ديت تكمل ويبقى فيه كذا جوكر بعده، كان هيبقى على حاجه. لكن انت جيت واحد مفشوخ وقرر يتفشخ تاني. انتوا تفتكروا هيكمل سيكونس الجوكر ده؟ يعني تفتكروا ممكن يكملوا فعلا بفكره ان الراجل ده اللي قتله يبقى الجوكر ويطلع؟ الفيلم ده انتهى خلاص. هو تود فيليبس قال اساسا انا مش حقي يعني قبل ما عندوش فكره قبل ما ينزل يعني قصدي قبل ما يعرف بقى الريفيوز والكلام قال لك ده اخر واحد. قال لك انا مش هعمل جزء تاني. قال لك دي علاقتي بدي سي الفيلمين دول. كان قاطع شكله. كان عندي امل بس الاقي له مخرج ان هو فني فعلا، فممكن يكون هيكمل بالجوكر تاني. فده اللي اسس الحركه زي ما انت بتقول كده ويكملوا. هو ما عندوش ده اصلا. لا حتى مستوى الفيجوال الفيلم ما كانش مبهر خالص. لا بصريا احنا رجعنا عادي. نرجع تاني لحته المحكمه. هو بص يعني احنا كلنا كنا قلنا الفيلم هيبتدي الاكشن من هنا وهيبقى حلو جدا. اللي حصل شبه الاولاني ان هو خرج من المحكمه قبل ليدي جاجا اتكسر رجع السجن. حاجه في قمه اللي هو ده ما تعبش حتى يجري. هم بيقولوا عند البتاع يلا يا باشا يلا. وليدي جاجا قالت له لا خلاص انت مش جوكر وخلصانه كده وخلص الموضوع. ماشي رجع السجن. وهنا بقى الصدمه بالنسبه لمهند الكبيره. مثلا مهند بالنسبه له الفيلم قشطه الى المشهد ده، وبالنسبه لناس كتير جدا، وانا بالنسبه لي ده اللي بوظ الفكره كلها. ده اللي فشخها. بس هو فيلم وحش. لا وغير ان هو الفيلم وحش طبعا. غير اول 10 دقايق بالنسبه له. رجع السجن
الراجل اللي عمال يستوكه من الاول وشكله غريب وعمال يضحك واخده كان ملهم وكده، واخد جوكر ان هو الملهم وكده، ولما عرف بقى طبعا ان هو مش الجوكر وكده برضو قال له النكته وهقول لك قتلوا زي الجوك، ما قتل قتلوا زي ميري بنفس الطريقه. وبس الناس بقى طلع ثيري كتير ده هيث ليدجر يا جماعه، اللي هو الواد اللي قتله ده. كلهم يجروا يالا. انا مش فاهم هو ليه عمل الحركه دي، يعني كتوت فيليبس انت بقى عايز تعمل بقى حاجه فيلم لوحدك انت طب انت ليه واخد من نولان الحته دي حوار ان هو يقطع بتاع، وده مش هيث ليدجر، لان هيث ليدجر قال لنا في دارك نايت ان ابوه هو اللي عمل له. لا سيبك من هيث ليدجر، قال لنا ده مش هيث ليدجر يعني هو يعني لا فاهم، لا. هي دي الفكره. فانا مش فاهم ليه اتعمل كده، وفكره ان مش ده الجوكر، يعني هو الفيلم جاب لك في الاخر. انا حتى كان ممكن يكمل ان ده، ما هو كده مش هيث ليدجر خلاص، كده هيث ليدجر ده جوكر وخلص وانتهى. بس هو ده ممكن ده يبقى ده الجوكر الجاي يعني، او هو ده الجوكر اللي هو عايز يكمل بيه. انت قلت لي هم ما عندهمش اصلا هو ده الجوكر اللي هو المفروض ده اللي هيحارب باتمان يعني. هو ده اللي قتل عشان سنهم حتى يعني قريب خلاص يعني هيبقى اكبر كده من باتمان من 5-6 سنين لان ده شكله عنده 18-20 سنه يعني. بوظ الفيلم يعني. انا بالنسبه لي النهايه دي خلت كان نفسي وامنيتي الصراحه ان انا اشوف واكين فينيكس يبقى في الاخر. تخيل انت يعني مثلا الجزء الثالث من ده باتمان اللي هو لسه فاضل جزء تاني والثالث يطلع مثلا يبقى الفيلن هو واكين فينيكس. دول ما هم دول بهايم. ده الفرق ما بين دي سي وبين مارفل، مع احترامنا بقى الجمهور دي لا سي. بس مارفل مخيشه من بعد افنجرز برضه بيعرفوا يعملوا عملوا كتير يا كمال. عملوا كل شخصيه حلبوا ابوها. سبايدر مان عملوا له 8 افلام، هالك اتعمل له ايرون مان 70 فيلم، سيفل وور وجو وور وور وايرادات عالميه وكتكسير ارقام. بيعرفوا يستغلوا المنتجات اللي عندهم. ده عندهم منتج الجوكر اللي هو اساسه باتمان. ده الفيلم الوحيد اللي بينجح من رايي في دي سي يعني. باتمان اكتر. باتمان هو باتمان واللاين الجوكر بتاعه هو ده البيك بتاع دي سي لما وصلوا له مع هيث ليدجر ونولان وبتاع الترولوجي دي. فانت الخط اللي انت كان ناجح بالنسبه لك وعمالين نستنى عملته بعد كده وخيشت فيه اللي هو كان جاريد ليتو. وبعد كده تخيش تاني بفيلم لشخصيه يا عم، وفيلم من اعظم الافلام اللي اتعملت. ليه بتبوظ شغلك كده؟ ليه هتفضل دايما تحت مارفل بسبب اللي متحكمين في دي سي دول ما عندهمش كرييتيف للمستقبل؟ عندنا ايه؟ طب نرسم ازاي الشخصيات؟ المشكله ان اللي كان ماسك مارفل هو اللي بقى ماسك دي سي دلوقتي. مش يعني واضح ان هو هيبتدي بقى من فيلم سوبرمان اللي جاي. يا راجل باش قرف ده. حتى افلام سوبرمان دي اوسخ افلام على مر التاريخ. سوبرمان خالص اوسخ شخصيه سوبرمان دي شخصيه قذره قوي قوي يعني وعبيط يعني. وباتمان بيجي من غير ما عنده ما عندوش حاجه. باتمان ده بيجي له صداع بيضربوا على وشه ويجيبوا الارض وحاجه بنت وسخ وحياه ربنا. الجوكر في سكويد جيم ما هو جوكر يا جماعه يعني. والله العظيم الموضوع ده يعني كان عامل كان شخصيه على الاقل يا كمال. شخصيه سوسايد سكواد ده هو مفهوم هو بيلعب في ايه في الكوميكس. انا طالع من الكوميك اللي هو الشكل الاخضر العبيط ده اللي هو لا وكان هو كان بس ما عجبنيش خالص. ما عجبناش بس يا عيني الواد ما حتى يعني ما افتاش. هو جاب الاصل وعمله فانت ما عجبكش خلاص. بس ده انت جبتني شمال وبعد كده قمت مرميني البحر يعني. ولا اديتني جوكر عادي ولا اديتني مش عادي قصه يعني تجويد. كان تجويد. مفيش جوكر بعد هيث ليدجر. كل اللي عملوه يعني في نهايه الحلقه بقى. في نهايه الحلقه انتوا بالنسبه لك ده افضل جوكر؟ فشل طبعا ذريع. لا هيث ليدجر خلاص التجربه فشلت. تمام. هيث ليدجر ب7 مشاهد فشخ الكل. لا بس انا اقول حاجه. انا في 2019 كنت لما انا سمعت ان هيبقى في جزء تاني كنت براهن ان واكين فينيكس هو هيبقى اقوى من هيث ليدجر مليون مره لما يبقى انت رايك ايه؟ انا مقتنع طبعا واكين فينيكس لو عمل دور مجنون وبتاع ولو كنا بص ما تقوليش انا خلاص فهو خد فرصته 4 اضعاف التاني. اتفضل يا بيه. لا ما خلينا صراحه. التاني 7 مشاهد انت متخيل من التاني بس ما تعمليش كده. انت متخيل من التاني تاريخه. انا الراجل ده في 7 مشاهد عرفت تاريخه ايه. عرفت متخيل هو عاش ايه. عرفت هو كان بيعاني قد ايه من بس انا مخيلتي من مشاهده. فاهم الكاريزما بتاعته والشر اللي في عينه
هو ده التاني تفوق في ضحكه وممثل تمثيل جبار، بس في الاخر اوريجين حلو مين يعني، كيفني؟ عمل اوريجين حلو. مين حس اول ما تقول جوكر مين يجي في مخك؟ هيث ليدجر بس دلوقتي خلاص بس خلصت. خلاص دلوقتي بقت رسمي. بس خلاص. وانا يا جماعه ما حدش ينسى ارجوكوا يا جماعه، لانه عمله حلو جدا برضو. جاك نيكلسون ما بياخدش كريدت، عمل جوكر حلو جدا. ده محمود عبد العزيز برضه يعني انا مش معاه، يعني انا ما حبيتهوش انا بصراحه. حبيته جدا يعني جدا جدا. في الايرا اللي هو فيها كان تمام يعني. وكان اوعوا تنسوا يا جدعان، هيث ليدجر ده لما اتقال ان هو هيعمل جوكر قعدوا يقولوا هتعمل دور لجاك نيكلسون يا جاحد. عيب يعني لا برضه. عيب المقارنه دلوقتي مع احترامي لجاك نيكلسون يعني، بس دي حته هيث ليدجر يعني. جاك نيكلسون ممكن يكون عمل حاجات احسن وانا متاكد بس كجوكر يعني لو بتقيم جنبه ده 3 من 10 والتاني 10 من 10. لا مش وحياة للدرجة ربنا. دي. مش للدرجه. تاني هيث ليدجر 15 من 10. ما في بعيد عنه مع كل الممثلين. اصلا مش من الممثلين يعني روبرت دينيرو لو عمل جوكر مش هيعرف يعمله زي ما عمل هيث ليدجر. ما تقولش كده. لا ما تقولش كده. ما تقولش. ويا جماعه والله ما تقولش كده كده. يا معلم. وصل للبيك. ممكن بس اقول لك حاجه، هو كل واحد ومدرسته، كل واحد والله بيمثل بايك دي تمام. كل واحد بيفت يا مواد في بازل. هو ده اللي انت. لا بس انت ما تعرفش، ما تحكمش على ممثل كبير زي روبرت دينيرو. لا روبرت دينيرو كمان لا قليل. لا مش قليل بس طيب مش زي هو خواكين فينيكس قليل مش زي روبرت دينيرو برضو. روبرت دينيرو كمان جه عمل فيتو كورليوني، حسيته ان هو مارلون براندو. ايوه يعني مشكله بده بس الجوكر لا انت بتتكلم بشخصيه برضه معينه. شخصيه كينج اوف كونج دي صعبه جدا تحصل عادي. بص مفيش حاجه في هيعملوا بس انا متقبل. انا ما راضي كده. ما تعرفش بس على ارض الواقع كل اللي ظهروا طبعا هو افضل واحد عمل الشخصيه دي ومحدش هيعملها بعده. هو كان اكتر واحد يعني فعلا جاب اخرها. انت فعلا بسبب مشاهد وراك اللي انت قعدت يعني تتشقلب فيه. صح. يعني انت قعدت تعمل مأساة وجوه المأساة تقول بالاغنيه انت جواك حاسس بايه، والناس تيجي عليك وتضربك وفي الاخر ايه الحصيل؟ حتى ما اتمرنش على رقصه يعني. ما شفتش فيزيكال ان هو ايه ده خواكين فينيكس بيرقص كده. لا هو عمل كده ايه ده يعني. هو ده اللي انت ايه يا عم ده يا عم ايه يا عم ده يعني. كنت اديني حركتين غني حتى بصوت يعني ابهر كمان. ابهر بالصوره. الصوره كانت ضعيفه جدا وكانت يعني عاديه. وائل بيقول ان هو كان متخيل اللي هي الاغنيه لما كانوا هربوا بعد ما حرقوا الاوضه دي، لما ليدي جاجا حرقت الاوضه اتقفشوا برضه. ايه الخرا ده. انا كنت فاكر الفيلم ده يا جماعه والله العظيم قصته عباره ان هم هيقابلوا بعض وهيهربوا من السجن. اتقابلوا في السجن ويفشخوا بس انا كنت مبسوط جدا بالزبط. حلو قوي القصه ويلا هربوا بقى وولعوا في العالم. لا يلا نعمل حته قعدنا في السجن زرت لا مؤاخذه يعني. لا ده قال لي كلمه طب عندك انت بتحب دي سي اكتر ولا مارفل؟ انا من شخصياتي المفضله باتمان. فانا انا بزعل جدا. انا بحب دي سي اكتر يعني. انا دي سي فان مش مارفل. بس للاسف مارفل بيسلوه يعني. البوب كورن ده بفتح افلام مارفل ما يعني. انا الصراحه يعني لا انتمي لذلك العالم. ماشي معاك جدا. اتمنى لا بس في حاجه بس بهرتني يعني. هو باتمان لما اتعمل نولان سوري الثلاث افلام دولت، لا دول كانوا بالنسبه لي افلام انا راهن ان مات ريفز هيبقى نفس الكواليتي ده. وبما ان احنا ايه مات ريفز اللي عمل ده باتمان اللي هو الاولاني الجديد بتاع روبرت باتسون اللي منه بينجوين. ما هو بقول لك على حاجه انا ده اللي اكدني ان احسن باتمان اتعمل من وجهه نظري ان هو بتاع نولان. مش هيبقى احلى. حاسس بكده. هنشوف. حاسس بكده جدا. لا بص لما تخلص دخلت نقارن بالثلاثيه دي بس صح. يعني دخلت اول واحد اتعمل العالم ده اتعمل 2022 مش وحش يا مهاب. حلو جدا بس قارنه بباتمان لو صدقني لو قارنته بجين ما حسيتوش مسلي اكتر من بجين شويه. بالعكس لا هنحكم بقى بعد ما ينزل يعني الافلام. استنى لسه بس اول واحد والله. بس انا انا كان نفسي ابقى زيكم بحب العوالم. لا اصل باتمان عوالم دي كلمه غلط. لا عوالم ده جمع عالم بجد. طبعا عوالم دي مش بقول لك دي مش ديان اصلا عايز دي سي ولا لا يعني ما بحبش الحاجات دي كلها يعني. ما حسيتش ما لقيتش فيهم تسليه. ايه ترولوجي ما عجبتكش؟ ايه ترولوجي بتاعت باتمان؟ لا ما نولان لا نولان دي تمام عجبتني. ماشي. طب ما هي دي سي. ما هي دي انا عارف ان هي دي سي بس عجبني جدا الربط بتاعه لمسلسل بينجوين ان احنا لما نشوف بينجوين عشان نستكمل فيلم باتمان 2
خطير جدا. فانا عندي ايمان هو اللي في انتج العالم بينجوين هو ده. اتش بي او مش دي سي صح؟ اتش بي او ودي سي طبعا من بس يعني بس اتش بي او. خليهم بقى يدوا الناس كده تعمل شغلهم. ومات ريفز كان مشرف على برضو هو عايز يخلي عالم بتاعه كده، فانا عاجبني جدا بصراحه. لو فعلا دماغه رايحه لكده وهتتشعب بكل شخصيه في مسلسل وارجع تاني الفيلم باتمان ده اساسك، يبقى هو بيبني حاجه جباره، واتمنى يعالجوا اللي هم عملوه. وائل لسه بيقول دلوقتي برضو على المشهد بتاع لما كان قاعد بيعمل الانترفيو جوه وزق الكرسي وغنى وهو طبعا. بص انا بالنسبه لي الفيلم طريقه الاخراج، فكره ان انت تفصل كل حاجه حلوه باغنيه كان بتفصلني. احنا سمعنا دم يعني. هو المشاهد الوحيده اللي شفت فيها الجوكر عنيف كانت في مخيلته، في مخيلته لما ضرب القاضي والحاجات يعني دي. انا عايز اشوفه انا كان نفسي فجاه جاي وهو عارف غلبان يقوم نازل بيه بالقلم مثلا في عينه، يدفع عينه زي الجزء الاول لما ضرب فجاه بتاعه مخه طالع. لما روبرت دينيرو لما ضربه في الفيلم في الجزء الاول بالظبط. اكتر مشهد اشعرني في الفيلم لما كانوا بيحلقوا ده ونزل دم. تصدق بس هو ده كده. اخر حاجه لاين هارلي كوين ده ايه لازمته اساسا؟ واللاين المحاميه اللي مشيت في نص الفيلم ما كنت تعكس يا معلم، يعني كنت تخلي هي الست اللي هي المفروض اصلا في الكوميكس كده، يعني هي دكتوره نفسيه. هي دكتوره نفسيه. طب ما كنت تخليها هي اللي بتعالجه وهم اللي يهربوا سوا ويعملوا الخطه، وهي تنبهر بيه من ناحيه لما هي بتبقى بتسمعه احسن ما تضحك عليه وتعرف من بره. عارف أوقع. ردي ليك ايه على كل حاجه انت هتقولها او اي حد هيقولها في العالم على الجوكر؟ الكومنت ما هو ده مش جوكر. لا انت جايب واحده مسميها هارلي ولا ليه؟ ايوه فهي دي هارلي كوين وده الجوكر يا كفايه. لا مش اثبت لك يعني اثبت لك وبعد كده بقى هنلاقي قدام جوكر وهارلي كوين. لا هثبت لك غير ان هو اتقتل. قصتهم في الكوميكس ايه؟ ان هو بيستغلها وبيفشخ وهي منبهره بيها. وفشخ بيفشخ دماغها. هي بالعكس، هو في الفيلم ده هي كان العكس، هي فشخاه هي في دماغه. هي كل شويه فاهم يعني تخليها ما اعرف يعني فاهم. لسه هتغني انت لسه هتغني وبتاع وفكك مني انت ارثر وبتاع. وهو كان عايز يا عيني يجيب تبات ونبات ويجيب عيش فينو ويقعد معاه. مش عارف الهبل ده مسلسل احمد سعد ده. يلا الحمد لله فعلا انت في اكشن على وفي الاخر وفي نهايه الحلقه قبل ما نقول للناس تظبطنا لايكات وكده ومبسوط جدا. ولازم ننوه معلش كمان، احنا ولا بتوع افلام ولا بتوع يعني طبعا. ناس دخلنا الفيلم وبنقول راينا بمنتهى وده اللي احنا متعودين عليه هنا في القناه يعني على طول، ان اي واحد يقول رايه براحته وعادي مفيش اي مشكله. بالظبط. والحاجه المهمه في اخر الحلقه، طبعا مبسوط بيك جدا يا مارو. بيبقى كيمو والله، مبسوط جدا استنى الحلقات دي. انا سامع في مفاجآت لا ده في مفاجآت بقى، مش عايز اقول لك انا والمنتج قعدنا مع بعض يعني عم مارك عم مهند الشباب كلها اللي دخلت الجوكر. هدي الناس اللي ورا، هدي قبل ما الحلقه تقييمك للفيلم 2 من 10. بقيت 2-1 مفيش اقل من كده يعني للدرجات دي. مهند 5 من 10. مهند 1. مارك 1. وائل 6. اكتر واحد عجبه الفيلم وائل. هو بيحب العصاير كمان. وائل محترم يعني، بس يعني اتمنى لو يعني عجبتكم الحلقه دي، اتمنى تظبطوا لنا لايكات كتيره جدا، واتمنى نكون يعني طلعنا كل الغل اللي جواكم للناس اللي ما عجبهاش الفيلم. الفلوس اللي اتصرفت، والناس اللي عجبها الفيلم طبعا رايكم على راسنا من فوق، مفيش اي مشكله. اهم حاجه بس تناقشوا معانا تحت في الكومنتات، وهقرا كل الكومنتات زي ما احنا متعودين على طول. واحلى مسا عليكم.